ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا انا مصوره معاكم وقلت لكم ان انا هفطر لوحدي انا والبنات، بس جه عندي ضيف كده. فالاكل ما كانش ينفع ان هو ايه، احنا مش هنتسحر فول وكده بان هيثم ما فطرش معانا. فاحنا يعني هنتسحر من الاكل ده. قمت بقى طلعت كده، عملت بريمه باللحمه وعملت شوربه خضار ولسان عصفور، وكان عندي حبه رز كده، صلصه يعني باقيه عملت بيها حبه فلفل، كام قرن فلفل كده لهيثم علشان بيحبها. وجيت هنا هوت مطلعتش البانيه بقى، عملت بريمة يعني باللحمة معاه. فقلت خلاص البانيه ملوش لازمة، انا عارفة ان الاكل مش ماشي مع بعضه، بس يعني هو صدفة كده. فعادي يعني، كل ضيف بيخش برزقه. كل سنة وانتم طيبين. كملوا بقى بقية الفيديو وشوفوا طريقة الممبار. صباح الفل، صباح الخير، عاملين ايه؟ انا هاجر من قناه لولي شانيل. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي لي اللايك والاشتراك وتشوفي الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبك. بصوا بقى احنا النهارده بنعمل ايه. النهارده طبيعي انتوا عارفين ان معظم الوقت هيثم بيبقى على كف عفريت، انا جاي او مش جاي. يعني ايه؟ يوم يقول انا جاي يفطر وما يجيش، يوم يقول انا مش جاي ويجي، فانا كده كده بعمل فطار. فهنعمل النهارده ممبار ولسان عصفور وبانيه وملوخيه خضراء عشان البنات. مش عايزه اعمل مع محشي عشان هو هتبقى نفس حشوه البسنجان وكده، فبفكر اسيب التاني اليوم تاني. تعالوا شوفوا الطريقه ويا رب تعجبكم. زي ما قلت لكم 100 مره، انا بعمل لكم اي حاجه باسهل الطرق عشان تعجبكم وتجربوها. بصوا كده، احنا هنا معانا صلصه، يعني التسبيكه بتاعه المحشي انا بعملها ماشي. فانا مش هكتفي بيها بس، لو يعني محشي هكتفي بيها، لكن انا مش هكتفي هنا بيها بس. قطعت معاها فلفل اخضر زي ما انتم شايفين وطماطم، وكمان بصلايه كده. يعني ده الحشو بتاع الممبار، هو البمبار زي ما بيسموه. المهم هيبقى فيها التغذية اللي هي التسبيكة الأساسية، وبعد كده الطماطم والفلفل والبصل ده ني في ني. وطبيعي هي فيها فلفل وطماطم بس ايه، على النار ماشي. فهخرط كده البصلايه. انا قطعت الفلفل والطماطم عشان انجز الوقت. الساعه دلوقتي 4، فهو حلو قوي، هياخد ساعه الا ربع على النار او على حسب يعني. بصوا انا بصراحه ايه، ما بحبش اجيب الضاني مع ان هو بيبقى حلو قوي وناس كتير يعني بتحبه وبتعمله، بس انا ما بحبوش. اولا لازم قمع وكده، لكن انا بحب اشتغل باللي هو العجال العادي. وكمان انا ما بجيبهوش اللي هو الكبير يعني، وانت بتجيبيه هتقدري تنقيه. بس اقول لكم بقى على حاجه، انا جايباه وطبعا وانا ايه عند امي. اي حاجه قسما بالله ربنا يخليها لي يا رب ويديها طول العمر والصحه هي وابويا يا رب. فاي حاجه تتخيلوها، بصوا ده كله نضيف، ده كله انا مسحيه ما فيهوش حاجه. اي حاجه تتخيلوها بجيبها، اقسم بالله بتخليها لي فل قشطه. يعني هي انا بروح بيها البيت اللي هو ايه، مكان ما كانت في الفريزر بس متجمده، شويه خل وشويه ملح والحمد لله سنه ليمون. انا بس بحط كده عشان بيبقى الحاجه في الفريزر متجمده. بتنضفها لي وسكن سمك، فراخ، بانيه، ممبار، اي حاجه تتخيلوها، اي حاجه تتخيلوها هي بصوا بتجهزها لي هناك. فبصراحه ربنا يرحم كل ام متوفيه. الام دي نعمه في حياه ولادها، يعني اي حاجه تحصل الا الام، ربنا يخليها لي يا رب. بصوا بقى، انا قلت لكم 100 مره انا ما بعرفش البس جلافز. جلافز ده لو انا بعمل اكل للناس بره او حاجه، انا بعمل في بيتي. فخلينا كلنا طبيعيين وكلنا في بيتنا ما بنلبسش جلافزات. انت يا ست الكل بتلبسي في جلافز ده براحتك، لكن انا بعمل في بيتي. فايدي ببقى غسلاها بعمل بيها اكل اللي هاكله انا وعيالي مش اكتر. يعني انا وعيالي وجوزي اهلي، مش حد تاني غريب، او ان انا بعمل في مطعم او بعمل في اي حاجه عشان ابقى لابسه جلافز. فانا مش هعرف استريح واشتغل غير بايدي، ابقى لابسه جلافز لا. وبصوا ايدينا اهي نضيفه. ده مش عارفه ايه ده، بس ليندا قالت لي ده خاتم وانا جايبهولك يا ماما هديه، فانا لابساه. المهم فايدينا نضيفه. فانت هتعملي اكل بيسك بتلبسي جلافز، مش بتلبسي جلافز ده اللي يريحك انت. انا ده اللي بيريحني وده اللي هعرف اعمل بيه الاكل. هلبس جلافز مش هعرف اعمل حاجه، مش متعوده عليه. وبعدين ايدينا نضيفه وبيتنا نضيف فخلاص. بصوا كده يا بنات، هراعي ان انا حاطه في التسبيكه اللي هي التخديعه. هو انا كنت عاملاها للشكه حبه فلفل اسود اهو، يعني انا كنت عاملاها قبل اي حاجه، انا ما كنتش عاملاها النهارده. وطبعا احنا بنعامله معامله المحشي ان هو من المحشي طبعا. هنحط كمون وكزبره وهيبقى روحه زي السمك كده، بس المحشي يعني بيحب الكزبره والكمون. طبعا احنا لسه هنحط خضره، ما تفتكرونيش ان انا نسيت، لا انا ما نسيتش ولسه هحط ماشي. ايه ده،
ما حطيتيش فلفل ليه؟ عشان هي فيها شطه. ما حطيتيش شطه ليه؟ عشان هي فيها شطه ومقطعه فيها فلفل، فالفلفل ده حامي جدا. يعني انا ايه محطه مكعب مرقه فيها، ولسه طبعا الميه بتاعت السلق. شيلي دول يا ليندا وابعدوا. ما شلتي. بصوا بقى، انا بقى مفرزه في الفريزر خضره. الخضره دي ببقى شايلها بالشكل ده، شايفين لونها اخضر اهو، اخضر ماشي. انا ببقى شايلها في الفريزر، بطلعها لما ابقى محتاجه. بصوا بصوا مسافه ما بتمسكيها اهي. فبصراحه ايه يعني انا ايه لما باجي اجيب بجيب زياده عن اللزوم. ليه بتجيب زياده عن اللزوم؟ ما تجيبي على قدك، هو بيبقى كتير عليا. فبعمل ايه؟ بشيله بقى في الفريزر في وقت زي كده، انا مش هنزل او حاجه فهلاقيه. بصوا فانا هلاقيه. ما بتحطوش في علب ليه وبتحطيه في اكياس؟ ده المتوفر عندي عادي يعني. هننزل كده بحبة زيت. طبعا الصلصة فيها سمنة وزيت، بس احنا ايه عشان نظبط الدنيا حبة محترمين. عايزة اقول لكم ان الازازة بتنقط يعني مش منزلة زيادة. معايا زيت جبت تاني، ما ينفعش تبقى ازازة. هروح اغسل الرز ده، هغسله اهو، هيبقى نص كيلو على نص برضو، وممكن يزيد منه ماشي. هروح اغسله وهرجع لكم. ماشي يا بنات اهو، حطيت الرز غسلته وحطيته معاها. طبعا نقطتين الزيت دول او حبه الزيت اللي انت بتحطيها بتنفع. عايزين تعملوه بتخديع بس مش عايزين تقطعوا فلفل وطماطم وبصل، ده براحتكم. بس انا بصراحه بحس طعمه مسكر كده، او على حسب ما اتعودنا يعني. انا امي بتعمله كده فانا متعوده اعمله زيها ماشي. هنشوفه هنا اهوت. الممبار بتجيبيه وتغسليه، تمسكيه على ايدك كده تدعكيه، او عشان في جزارين مش بيبيعوا طبعا نظيف زي ما انت بتعمليه في البيت. بصوا بقى عشان تيجوا تعملوه هتخلوه الحته اللي هي بصوا هو كده شفاف. احنا طبعا اول ما جبناه حطينا عليه ملح وبدانا ندعكه كده، كان لونه مصفر. مش انا اللي غسلته، بس يعني انا عارفه لما بجيبه بعمله كده وانا ايه في بيتي بيبقى لونه مخضر كده او مصفر. فبنبدا ان احنا نغسله بالطريقه دي، بيبقى ممزلق. وبعد كده بنحط خل وملح تاني لغايه ما بيرجع معانا ابيض كده اهوت. يعني الناس اللي بتضحي عارفه الكلام اللي انا بقوله، عشان لما بنبقى مضحيين بيبقى الممبار بنفس الشكل ده. فبنضفه لغايه ما يبقى اللون ده، نقلبه مره ونعدله، نقلبه ونعدله، وكل مره يبقى فيها ملح وخل. بعد كده بنشطفه، وبعد كده لما بنيجي نحشيه بنخلي فيه الحته اللي فيها الدهنينه اهي، يا رب تكونوا شايفينها اهي، دي بتبقى من بره ماشي مش من جوه. بصوا ده حجمه اهو مش كبير. في ناس بتحب اللي هو الضاني، بس انا هو طبعا طعمه حلو، بس انا مش هعرف احشيه، مش هعرف امسكه المسكه دي. شايفين انا ماسكاه ازاي؟ هاخدها كده، ماما هي اللي مقطعاها لي عامه وعاملاها لي. هاخدها كده واحطه هنا اهو. مش عارفه انتوا كده هتشوفوا ولا لا، كده ما بين صوابع الاتنين هاخد كده الحشو ايه فيها. مره بقى يطلع في ايدك بصلايه، مره قرن فلفل، مره طماطمايه مع الرز مع التغذيعه، ده بيودي طعمه في حته تانيه خالص. وطبعا احنا هنراعي ان احنا صايمين، بس انا طبعا عارفه طعم الصلصه دي عشان انا مش عاملاها النهارده فانا عارفاها. فهنراعي عشان احنا صايمين. وهنعمل ايه؟ هنزود الملح والحاجات دي، يعني نفس التتبيله بتاعته هنعملها في الميه، نفس اللي احنا حطيناه هنا. وهنحط ورق اللوري وهنحط روزماري في الميه بتاعتها، دي بتختلف ماشي. وانت بتعملي كده ما تخرموش ولا تدبوس ولا باي حاجه والكلام اللي بيتقال ده، لا انت خليه مبطط، يعني خليه مبطط على ايدك كده، بططيها ما تحشيهاش وتمليها، عشان راعي ان هي هتفرقع في الميه فيبقى تعبك راح ايه، راح بلاش. هتخليه كده. بصوا انا هنضفها لكم كده من الرز عشان تشوفوها هي مبططه ازاي اهي. مبططه بالطريقه دي اهي، مش منفوخه. لو منفوخه هتتبهدل معاكي ماشي. هعمل معاكم واحده تاني وبعد كده ايه هسرع الفيديو. طبعا انا المفروض كنت قلبته كله بس عادي.
هنقلب واحده واحده اهو. بصوا قلبه، طريقه قلبه سهله قوي. هناخده هنا، طبعا احنا غاسلينه وشطفينه ونقعينه وعاملين كل حاجه فيه. و100 مره اقول لك انت عينيكي بتغنيكي عن اي حاجه. وانا لما بطلع اقدم لكم حاجه او ان انا بصور لكم بالراحه، يعني بحب ان كل دقه. ان انا كنت الاول لما اجي اخش على فيديوهات وكده الاقيها كتبت واتسرعت وعملت حاجه وقالت حاجه ما افهمش، اخش على حاجه تاني ونجرب حاجه في حاجه صغيره، ومره تجربها في حاجه كبيره عادي. طالما نفعت معاكي مره هتنفع معاكي التانيه، بس اول مره نجربها في ايه، في كميه قليله. نص كيلو ده بس وبكده يا بنات بقى كنت عملت منه حبه وقلت اسرع الفيديو عشان اوريه لكم بسرعه كده. لو اي بنت او اي واحده متجوزه لسه يعني بتعمل اكل جديد وكده، او لسه زي حالتي كده في الاول ما كانش ليا في الاكل كله يعني، فكنت بجيب الطرق وافتح قنوات واتفرج على واحده واتنين، وما كنتش بحب اللي هي تمشي مني بسرعه ما بقاش فاهمه. كنت بحب امشي خطوه خطوه، لا هي عملت كذا، هي حطت دي قبل كذا، مره واتنين هتتعلمي، مره جربي الحاجه مره واتنين وتلاته لغايه ما هتطلع منك تمام، هتبقي بصي حد محترف بجد في الحاجات دي. طبعا يعني الاكل ده اذواق، انت ممكن تعمليه بشكل تاني، ممكن تعمليه بطريقه تانية اللي انت تحبيها. وزي ما قلت لكم وانتوا بتعملوه بالذات ما تخلوش مليان جامد عشان ما يفرقعش، ولا تحتاجي تربطيه ولا تخرميه ولا اي حاجه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، ادينا اهو خلصنا الكميه. هو انا كنت جايبه نص كيلو مش كتير يعني، هو نص كيلو بس. وزي ما قلت لكم دخل عندي يعني حد كده جيلي على قبل الفطار بحاجات بسيطه، فاتفضل منه برضو حاجات بسيطه، فخليته وزودت اكل معاه. فطبعا كان البانيه خلاص، فعملت معاه البرامه اللي هو الطولي اللي هو محدش يعرفه، اللي هو بسله كوسه جزر فاصوليا بطاطس، بس انا مش حاطه فيها فاصوليا، هي بطاطس وبسله وكوسه بس وجزر. فعملتها وطبعا بتبقى حلوه قوي باللحمه، بتبقى في طاجن، بس انا ما عرفتش اصور معاكم ان طبعا كان في حد عندي فمش هينفع يعني وهي موجوده ان انا اروح اصور وكده، لا. فهنا بقول لكم احنا هنجيب حله، والحله تكون كبيره مش صغيره، نروح عشان ما ينزلش على بعضه يروح ايه مفرقع على طول وتلاقي الرز خرج منك. الحله تكون كبيره. في ناس يا بنات بتشرب الشوربه بتاعته عادي، انا ما بحبهاش، بس ممكن انتي بتحبيها، فعشان كده احنا لما بنيجي نحط الشوربه يعني بنحيقها له عشان بس هو الطبيعي يعني سلق هينزل الطعم بتاعه فيه. المهم الميه تكون بتغلي، ما تكونش سخنت وخلاص، لا تكون بتغلي. لما هي كده تفرق قصاد عينك وتطلع آه كور كده صغيره زي البابلز، هتبداي ان انت تنزليها، هتمسكيه من الجنبين كده بس يا كوكو، من الجنبين زي ما بوريكي كده يعني. انا بقول لك هتشوفيه، انت برضه هتشوفيه وانا بنزله. تمسكيه من الجنبين وتروحي منزليه، هيقفل على طول ومش هيكون مليان، فهو مش هيفرقع معاكي. فجربوه بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم وجربتوها اكتبوا لي كومنت بتاعكم. وانا برضو ايه يعني، انا بحب امشي لكم حاجه خطوه خطوه كده، وبتبقى ابسط الامور يعني. ما تضخميش الموضوع وتقولي كذا حاجه. عشان كده كذا مره بقول لكم في فيديوهاتي انا ما بحب اجيب لكم حاجه او وصفه بعيده عن الاكل، بتبقى بسيطه بالمكونات، تبقى في البيت، في حاجات تبقى في البيت، حياتنا طبيعي. بصوا بقى هنا الميه، بصوا كانت بتغلي ازاي. الزيت ده كنت انا عامله فيه قطايف، فانتوا عارفين المكسرات وكده بتخرج. هنا كنت ايدي اتعملت من البطرمان، فانا هصفيه في حاجه تاني يعني، هخليه في علبه تاني عشان طبعا حلويات رمضان، فبنعمل على طول. وهحطه واحمر بقى، هبدا ان انا احمر. بعد كده احمر البانيه، حطيت ملح وحطيت كمون، حطيت كزبره، حطيت فلفل اسود، ورق روله رو... او غار، وروزماري، ماشي، وشطه طبعا. بس كده هتغلي. وبعد كده شايفينها انتوا بالشكل ده الميه بتعمل ازاي، ما تكونش غير كده عشان ما يفتحش منك ومش هيقفل ولا اي حاجه، يكون بالشكل ده كده. والحله تكون كبيره مش صغيره يا بنات، ماشي. امشوا بالحاجات البسيطه دي هتعرفوها تمام. اول ما الحله تبقى معانا بالشكل ده، او حطيت اللورة، هبدا ان انا هنزل بيه بقى وما يكونش فوق بعض يعني، هحاول ان انا ابعده عن بعض، وهوريه لكم كمان وهو هيطلع. طبعا انا كملت بقيه الاكل من غير ما اوريكم، ان زي ما قلت لكم ضيوف دخلت، فخلاص بقى احنا هنعتبره اللي هو الفيديو بتاع الممبار. بس انا عشان كنت قايله لكم في المقدمه ان انا عامله اكل، فحبيت ان انا اصور لكم بس ايه في الاول كده هنا الطريقه وانا بوريه لكم وانا بنزل بيه. بصوا هو كده بس، هو كده بس ماشي، ومش فوق بعض يعني. انا كنت مسجله لكم صوت على صوره فقفلت عشان ايه، انا مش مركزه بصراحه. الفيديو ده متصور بقى يومين 3 كده، فقلت لا الحق انزله لكم عشان اصور لكم حاجه جديده. وطبعا خلاص احنا داخلين على نص رمضان،
فهنبدأ نعمل في الشقة وتحضيرات الشقة والتنظيفات اللي احنا عملناها قبل رمضان دي هتساعدنا ما نتعبش في اواخر رمضان. طبعا رمضان للصلاة والعبادة، وطبعا بنعمل شقتنا، بننضف شقتنا. اكيد غيرنا الفرش مرة واتنين وغسلنا وعملنا، بس ما كناش بنصور ان الصيام كان بيبقى يعني تعب علينا. فخلاص هنبدأ بقى ان احنا نمسك الحاجة نعملها ونشوف هنعمل ايه. لبس جبناه، حاجات بنظبطها على بعض، فرش كنا جايبينه عايزين نشوف هنفرشه فين. الحاجات دي كلها بننزل بنطلع، ففي حاجات ما بتتصورش كده في النص، بس ان شاء الله هيبقى خير. والله العظيم العيد بالنسبه لي ملوش لازمه، انا نفسي السنه كلها تبقى رمضان. رمضان بجد حاجه حلوه قوي ومبهجه، تحس الناس كده بتبقى مستنياه. كل سنه وانتم طيبين. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده برعايه الممبار او البمبار زي ما انتم بتسموه وبس. ويا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه لطيفه كده على قلوبكم، ما تكونوش بتزهقوا مني. هسيبكم بقى مع بقيه الفيديو كده، وكنت بوريكم ازاي هو قفل خلاص من الجنبين كده. وهتسيبيه على النار من ساعه لساعه الا ربع على حسب الممبار اللي انت جايباه، تعرفي ان هو استوى من الرزايه. تاخدي كده تطلعي وتشوفي الرز. هنا كنت عايزه صلصه فما كانش عندي، فحطيتها في ميه سخنه عشان تفك بسرعه. وهنا هعمل لسان العصفور. طبعا بقى ايه، انا كده هفصل معاكم ومش هتشوفوا الباقي، ان الاكل مش كله جاي في التصوير بس. ولسان العصفور انا بستكفى بالزيت بس، ما بحطش سمنه فيه نهائي عشان ما يبقاش عامل وش كده من طبقه اللي هي السمنه، فبتبقى تقيله يعني ما بحبهاش بصراحه. وهبدا ان انا احمره وفلفل ملح وفلفل اسود ونص مكعب مرقه مش اكتر. ولو المكعب مرقه ملح قوي هو مفيش ملح.